شكلك حصير باكر بالمستقبل. ابن فرهود رجع من جديد، وتحدى العالم كلها بشغل جديد. ابن فرهود موجود من ال87. وشغلتنا وراثه ابا عن جد، جدي سلمها لابويا وابويا سلمني اياها. احكي لنا شنو قصتكم بالثريد والخبز الاسمر؟ هذا الخبز ينطي طعم للباكه غير شيء. الكراعين مال هوش الفراسم اخليها بهاي الحمايه واغططها بالسوق، انساها حتى تطلع مايعه. وراها اخذ راس كامل مال باكه بس باوعه واخليه على الصينيه. عنواننا بالمطعم غمض واكل، لا تباوع، غمض واكل. الكراعين مال غنم 4 ويا الراس يقعد على تخم. المدادات ما توقف. المنبار اللي العالم تتعنى عليه لان نشتغل التمنايه بيدين. هسه تعبالك خلصنا، بعد اهم فقره الفراسم اللي نسيناها بالجدر. هذا يجي يقعد بالنص. هم اكو باكه دايت؟ مستحيل يصير الباكه دايت. تعرف ليش؟ لان احنا الصينيه نسوبها بنهن الفراسم. هذا الدهن مال الفراسم نسوب بيها الصينيه. كولاجين مالها هن دسم وشرط. الباكه مايعه والكراع يصيح تعال احد وكني. يا دايت عمي هو كم عمر؟ الدهن مال الفراسم الطبيعي المقوي مال العظام وكحلها هسه صارت دايت فول. مزال اللبن والباكه وباقي الحبشكلات. انا ارتب لك الحكي. وطرها بالحامض. وين العظم مال الفراسم؟ سحبه باع العصب. تلفها بخبزه كفشه مال جرجير. اكل الف عافيه. ما عليك بالحكي. قفدير لا تستحي يا ابويا. ما راح احكي شيء اليوم. بالعافيه. شو تلحق تحكي انت؟ لا تنسى اللبن. بالعافيه. سودا علي مبين عليك مريض بس باع الفج. باع الحمار مال اللحم. عنواننا بالضبط بالاعظميه التقاطع مال راس الحواش. التمثال مال عثمان العبيدي او بنزيخانه الاعظميه مقابلها ابن فرهود.